عسلامة. اليوم باش نعملوا مع بعضنا بيتزا ترانش، بيتزا تونسية وبعجينة سهلة مهلة. أنا نسميها العجينة السحرية على خاطر تصلح لكل شيء، للبيتزا، للسوفلي، للكورني، لكل شيء. تبعوني. حطيت نص كاس ماء دافي، نص كاس حليب دافي، ومغرفة كبيرة خميرة خبز، ومغرفة صغيرة سكر، وخليت الخميرة تتفاعل مع بعضها. بعد ما تفاعلت الخميرة حطيت رطل فرينة وبالطبيعة الملح وربع كاس زيت زيتونة، وعجنت بالكدا من اللول بيدي، ومن بعد كملت بالعجانة. نتحصلوا على عجينة طرية تتلصق في اليدين. بالنسبة للصوص حطيت بصلة وسنتين ثوم و4 كعبات طماطم ونص مغرفة صغيرة معجون طماطم، فواحد ملح، فلفل كحل، زعتر وكليل، وزدت شوية ماء وخليت الصوص تطيب. بعد ما طبت الصوص رحيتها وتحصلنا على صوص بيتزا طعم 66 كيف. بعد ما خمرت العجينة حطينا شوية فرينة وحلينا العجينة، نحاول نحلوها جويدة ومن بعد نفردوها على الطبق. نقبوها بالفرشيطة ونحطوا فوق منها الصوص. خليوها تطيب على الأقل ربع ساعة من اللول. من بعد نعاودوا نخرجوها ونحطوا خضرتنا، طماطم، فلفل، بصل كما تحبوا، ونحطوا جبن موتزاريلا، اذا بينا نكثروا شويه في الجبن، ونرجعوها للفور. بعد ما طابت نحطوا عليها رشة والزيتون، وما ننساوش بالطبيعه رشه المعدنوس. هذه البيتزا التونسيه متاعنا. كان عجبكم الفيديو اعملوا لايك. باي.